طبعا ممكن من العقبات الكبيره، ودي هتلاقيها في الكتاب واضحه، العقبات الكبيره ان انا اصلا لو انا هقعد ان انا اخطط هدفي، ممكن هيجي لك كده على ذهنك او صديقك كده صاحبك اللي جنبك يقول لك يا عم كفايه انت بتضيع وقتك. اصلا بتضيع وقتك ده عشان حاجتين اتنين، ممكن ان انت خططت كتير قبل كده. مين قبل كده خطط وبعد يومين ثلاثه قال خلاص لا الخطه دي مش من نافعه، هبدا من اول الاسبوع، طب من اول الشهر كله، صح؟ فدي سببها ان انا بشوفها مضيعه للوقت. ليه بشوفها مضيعه للوقت؟ لان انا خططت كتير قبل كده وكان التنفيذ قليل. ونفس الحكايه زي ما احنا بنقول، هم قالوا لنا ادخلوا كده اتعلم، طب قول لي اتعلم ازاي؟ مفيش اتعلم، فقول لي اتعلم ازاي، قول لي ستيبس المفروض امشي عليه. فده اللي احنا عايزين نقوله. حتى ما اقول لكم الكتاب لما بيشرح معانا او النوت اللي احنا بنعملها بتبقى معايا 4 شهور، يعني بتبقى معايا ترم كامل علشان ما اجيش. وبقى طبعا فيها مرونه، يعني انا مثلا لو عايز حد اغير حاجه معينه هقدر اغير فيها نفسها، مفيش اي مشكله، بس مش ههد الحاجه دي كلها وارميها واقول هبدا من اول اسبوع، هبدا من اول الشهر، هبدا بعد الترم الجديد. لا، تقدر ان انت تبدا في تاني يوم وتعمل تعديل بسيط، بس المهم تكمل. لان لازم تعرفوا ان هو مفيش حد بيوصل لمجموع ديتول ده من اول مره يعني. لا، انت مش هتوصل ل 99% ولا 100%. انت لو حددت هدف وحققت منه 30%، 10%، انت كده حققت حاجه، حققت جزء من هدفك. بس المهم ايه؟ زي ما قلنا ان يكون في عندك معيار، عرفت انت حددت او حققت قد ايه وما حققتش قد ايه، والسبب في ده ايه، عشان تقدر تغلب عليه في ايه؟ في الراوند الجديده لما تيجي تبدا مره. هي جاست لعبه، فانت المفروض تتعلم ازاي العبها صح. الحاجه الثانيه اللي ممكن عشان هتعتبرها مضيعه للوقت، لانك مش مرتب اولوياتك. كل واحد في حياتنا، كل واحد في حياته له اولويات مختلفه عن التاني. فيا ترى ايه اولى حاجه بالنسبه لك؟ اولى حاجه ان انت لو جيت تعملها وحاجه تانية تيجي عليها تقول لا سكيب لي دي دلوقتي، في عندي اولويه. وليكن مثلا في دراستي دلوقتي، في تعليمي، انا ممكن حتى اشتغل في الستودنت اكتيفيتي، بس ممكن هل الاولويه ليها ولا الاولويه مثلا لمذاكرتي؟ فانت تعرف توزن من دول. يعني افتكر انا كنت في ستودنت اكتيفيتي، كنت في اتحاد طلبه. انا على فكره لما اتعينت في الكليه برضو ما كانش حد من الدكاتره يعرفني، يعني انا كنت جايب المجموع ده الحمد لله، بس كان معظم شغلك برضو في الستودنت اكتيفيتي، شغال في الستودنت اكتيفيتي وعارف الناس بتوع الاسر كلهم والرعايه. فانا بقول لك ده، يعني بقول لك انا جاي من هناك، ده مش بيخالف ده، يعني مش المجموع ده بقى فانت الشخص الدحيح اللي قاعد على الكتاب 24 ساعه ما بتقومش. لا، انت بتعمل بالانس بين ده وده. وفعلا هي الفتره دي في الكليه دي امتع فتره في حياتك، فما تضيعهاش ان انا اقعد اذاكر بس، لازم ان انا اعمل بالانس من ده وده. فاولوياتي بقولها لكم، حتى اللي كان حصل موقف معايا انا، فكان عندنا زي ميتنج في الستودنت اكتيفيتي وكان عندنا امتحان مهم، فانا كلمتهم اعتذرت انا مش هقدر احضر الميتنج ده، بس عشان عندي فيه اولويه. انت في اولويات قدامك، فنفس الحكايه مش هروح ان انا عندي ميتنج او عندي حاجه مثلا في اكتيفيتي وعندي الحاجه الاساسيه اللي انا حاططها مذاكرتي. فلازم تعرف ترتب اولوياتك. ليه اصلا بنخطط؟ ليه هنخطط اصلا؟ هيجي سؤال على ذهننا دلوقتي، ليه هخطط اصلا؟ انا مش هنتكلم كتير، دي احصائيه من فوربس احد المجلات العالميه، فكانت يعني احنا عايزينها من اول هنا كده. هارفارد بزنس ستادي found that the 30% of graduates from their MBA who had their goals written down ended up earning 10 times as much as the other 97% put together just 10 years after graduation. انزل بالترجمه دي. خريج جامعه هارفارد عملت احصائيه على الخريجين بتوعهم. عارفين جامعه هارفارد طيب ولا لا؟ تمام. جامعه هارفارد عملوا احصائيه على الخريجين بتاعهم ودرسوهم لمده 10 سنين بعد التخرج. لقوا ان 3% بس هم اللي كانوا محددين اهدافهم ومخططين كويس لحياتهم. لقوا ان بعد 10 سنين ال 3% دول بيكسبوا اكتر من ال 97% 10 تايمز، 10 مرات ضعف ال 97% مع بعض. يعني جمع اللي بيكسبوا ال 97% مع بعض واضربوا في 10، ال 3% دول بيكسبوا اكتر منهم. دول عشان ايه؟ عشان كانوا بيخططوا اصلا. جامعه ييل برضو، في جامعه ييل في امريكا برضو عملت نفس الدراسه ووصلت للحاجات دي، ان الطلاب ال 3% دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا محددين اهدافهم، كانوا معينين الفوائد. انا هدفي اصلا اللي قلت لكم من الاول، ليه بحدد هدفي اصلا؟ كان معين العقبات، عارف ايه الحاجه اللي هتقابله فعلا، جامع معلومات عن اهدافه، في قدامه دعم اشخاص ومعلومات، حط خطه محدده. واخر حاجه ومهمه جدا اللي احنا قلناها في سمارت، اخر حاجه حرف التي، اللي هو حاطط زمن لهدفه. دي احصائيات ليه بنخطط اصلا. اخطط زي ما قلنا لاي جزء من حياتي. قلنا اللي قالها تي هارف ايكر في كتاب العادات السبع الناس الاكثر فعاليه، ان انا مش بخطط لجانب واحد، لان بيقول نحن مخلوقيات شموليه بطبيعتنا، ولا يمكن ان تؤثر في جانب من حياتك دون ان تؤثر في الجانب الاخر. فما في، قلت لك لو من شويه لو عندك معدتك وجعاك مش هتعرف تذاكر،
فلازم ان انت تحافظ برضو على نظامك الصحي واكلك صحي عشان تعرف تذاكر. فجوانب حياتك كلها بتأثر في بعضها. طيب سؤال عشان الكتاب برضو، هل الحياة لعبة؟ يعني الكتاب الاسم ممكن اتراكتيف شوية، فانا خليته لعبة الحياة، مش كيف تنظم وقتك بقى والحاجات دي. عارفين اللي في الصورة ده مين طيب؟ نابليون، صح؟ نابليون اتقال له نفس الكلمة دي. نابليون قال له بالظبط لما عمل كلمة لعبة دي، اتقال له انت بتعمل امور عيال، من الاخر امور عيال. لما عمل ايه؟ نابليون وزع 150 ألف وسام زي ميدالية كده على الجنود بتاعه، وأحسن 15 جنرال عنده سماهم مارشالات فرنسا، وسمى القوات بتاعه الجيش العظيم. بدأ يعمل زي إيه؟ لعبة. بدأ يوزع أوسمة وجوائز ويسمي الناس ويرقي ويسمي مارشالات ويسمي قواته الجيش العظيم. فالناس بتقول له انت بتعمل كده مع ناس يعني ايه؟ ناس بشنبات وناس يا عم انت ناس في الجيش وناس شايله دبات تدي لهم وسام وميداليه. فقال لهم ايه؟ قال لهم كلمه، قال لهم انما يحكم الرجال باللعب، وفي قراءه انما يحكم الرجال باللعب. علشان تقدر تحكم على حد او تحكم في حياتك لازم تحولها للعبه. انما يحكم الرجال باللعب، واحنا حياتنا كل يوم لعبه. يعني اللعبه مش بس خيط واحد. لو مثلا بيلعب على الجيتار، حد بيلعب على الجيتار؟ عندك على الجيتار مفيش وتر واحد بتركز عليه، في كذا وتر، في 7 اوتار، صح؟ في 7 اوتار زي ال7 جوانب بالظبط. فانت لو في وتر اتقطع مش هتعرف تشتغل عليه، لازم تصلح الوتر ده. او لو عملت صوت بيه هيطلع الصوت فيه نشاز اصلا. نفس الحكايه في الشطرنج. حد بيلعب شطرنج طيب؟ ايوه كنت بتاعي مصر. مش هينفع ما عندكش قطعه واحده بتركز عليه، انما عندك اكتر من حاجه بتركز عليها في نفس الوقت. طب دي بقى خلاص. حد بيلعب بلاي ستيشن؟ ما في عندك التيم على بعضه، ما تيجي تلعب بتركز على التيم. ولو لقيت لاعب مثلا زي ما قلنا خلاص بقى شرطه حمراء، الدريبلينج بتاعه حاجه بتاعته قلت، فبتبدا تستبدل اللاعب ده. فنفس الحكايه في الكوره، حتى انت عندك تيم كامل مش بتركز على واحد بس. حتى لما نحرك اللعبه دي بتكون رابط خيط في كل حاجه من جسمه، خيط بدراعه، خيط بايده، خيط براسه. ولو في خيط واقع الحركه هتطلع اصلا انت مش هتحبها، ده غير الجمهور اصلا هيقول لك كفايه كده. فنفس الحكايه حياتنا بشكل عام احنا بننتج فيها منتج رديء لاننا بنهمل ان احنا مطالبين ان احنا نحرك اكتر من خيط في نفس الوقت. عشان كده بيطلع الحاجه في الاخر الحركه، ممكن هيطلع الصوت زي بتاع البيانو كده، ممكن هيطلع الصوت مش حلو، ممكن بتاع الحركه هتطلع حركه الاراجوز اللي بيتحرك ده مش حلو. فعشان كده لازم نعرف ان احنا نوازن بين جوانب حياتنا كلها. البيات دي اللي قلنا عليها من شويه، قلت لك مش ساحر. تاني حاجه حياتي مش اللي هي الايديال كيس، واللي هيجي ينظم حياته مش عشان انا ربنا كرمني وعملت كتاب ده يبقى انت حياتك ايديال كيس. بالعكس، وحتى اي حد بيشرح لكم هنا في اي تراك هو ما شاء الله يعني ربنا كرمه والخبره في المجال بتاعه، بس ما تخيلش ان هو حياته بيور كلها. لا، ده هو فعلا زي ما نقول كده الحياه دست عليه، وحياته ما زالت مليانه عقبات، وهو عليه ان هو بيواجه العقبات دي. فانت ما تخيلش ان هي الحياه بيور، لا. حياه اي حد انت بتشوفه او اي قدوه بالنسبه لك هي مليانه مشاكل ومليانه عقبات، وهو بيطلع لك بالصوره ان هو بيحاول يوصل لك معلومه تستفيد منها. نفس الحكايه المحتوى ده مش عايزين نقول اتهرس في السوق، يعني حته اللي هو خطط ونظم وقتك وكده. الكتاب ده على فكره خلصان من 2013، يعني كنت خلاص خلصت الكتاب، بس انا حبيت ان انا يستمر معايا في الكليه على الطريقه اللي انا بنظم بيها، عشان اكون الحاجه قبل ما اقولها للناس ابقى انا جربتها على نفسي وساعدت الناس تجربها، وبعد كده احط كل ده في كتاب. مش مجرد يعني الواحد حتى لما راح معرض الكتاب شاف حاجات يعني كان يرسل لها الجبين خجلا، يعني ان انت ممكن فعلا في حد يعني الكتب الموجوده كلها ما كنتش متصور ان الكتب دي موجوده في العالم اصلا، بس هو مجرد ان هو انت ممكن تكلم دار نشر وتقول لهم انا عايز اعمل كتاب، هتدفع رسوم معينه، خدت المحتوى، ممكن يعملوا لك من اي تو زد، احنا هننظم لك المحتوى ونعمل لك غلاف ونعمل لك كل حاجه. الكتاب ما كنتش عايز كل ده. الكتاب حتى في الديزاين كنت انا عامل الديزاين في الشكل من جوه، قلت لهم ما تعملوش اي حاجه، انا حاطط الاشكال بحاجات معينه علشان عايزه توصل لكده، لان ده كانت حاجه انا عشتها، فانا مش حابب تتغير عن كده. عشان كده كان الموضوع الكتاب كان اكتر كنت عايزه يتطبق على نفسي قبل ما انا اقول لغيري اصلا. فقد لا يكون الافضل، لكن قد يكون المحتوى ده هو الافضل بالنسبه لي. وحاجه مهمه قلتها، اللي انت هتتعلم اطار عام، وكلمه دايما بقولها، لا تسعى لتحقيق اهداف غيرك، ولكن اسعى للاخذ من اهداف غيرك ما يناسبك لتحقيق اهدافك التي تختلف عن اهداف غيرك. لا تسعى لتحقيق اهداف غيرك،
ولكن اسعى للاخذ من اهداف غيرك ما يناسبك لتحقيق اهدافك التي تختلف عن اهداف غيرك. الكتاب هتلاقي فيه 5 محطات، 5 شباتر. اول حاجه بنتكلم فيها عن اهميه الوقت. بعد كده الشابتر الثاني مهم جدا، عقبات هتواجهك. زي ما قلنا لما تيجي تقرر ان انت تخطط لحياتك مش هتلاقي الطريق زي ما نقول معبد بالورود، هتلاقي فيه عقبات مش هتسيبك. العقبات دي من اول واحده هتلاقي الرغبه الزائفه، ان انا اصلا ممكن انت عايز، ناس كتير بتقول انا عايز يا باشمهندس ممكن بقى يحط لي الخطه ويجي يقعد معايا وعشان احط له الجدول وكل حاجه، بس بعد فتره ما يستمرش فيها وما يكملش. ليه؟ بنسميها اول حاجه الرغبه الزائفه. هو عنده رغبه بس رغبه زائفه، دي عقبه، فازاي تتغلب على العقبه دي؟ موجوده. الصاحب عقبه موجوده، لغايه عقبه البلك، المحتوى الرئيسي في حياتك. المفروض ازاي يومك يبقى فيه بلك، في محتوى رئيسي وفي محتوى فرعي، ازاي اولوياتك اللي قلناها من شويه. فالعقبات دي هتلاقيهم 10 عقبات بالحلول بتاعتهم. بعد كده هتلاقي في الشابتر كامل بنتكلم فيه على الجوانب ال7 اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه بس بالتفصيل، وكل شابتر اصلا وكل جانب تقدر تعرف هو ايه بالتفصيل في الشابتر ده. بعد كده تحديد الاهداف، يعني قبل شابتر 5 بنتكلم فيه عن الطريقه العمليه اللي الحمد لله اللي انا قلت لكم عليها او اتكلمنا عنها من شويه، او اللي ربنا كرمني جبت بها المجموع، وكنت ماشي على الطريقه اللي كنت ماشي عليها شخصيا، يعني كنت مجمعها من كذا حد كده، فهي طريقه تعتبر خاصه شويه يعني. قبل الطريقه دي في الشابتر 4 اللي هو بنتكلم فيه عن تحديد الاهداف والاستعداد للعب. يعني ايه هدف، والتعريفات الكتيره للهدف اللي موجوده، وافضل تعريف هتلاقيه موجود من وجهه نظري برضو اللي هو الملاحقه المستمره، الغايه مهمه حتى تحقيقها. وكل كلمه فيه متفسره، كلمه ملاحقه يعني مطارده، يعني هتلاقي فيه عقبات ولازم تتغلب عليه. مستمره زي ما قلنا اهم حاجه الاستمراريه. لغايه مهمه لازم هدفك تبقى حاجه مهمه في حياتك لغايه ما تحققها لا ابرح حتى قبله، وهتلاقي التفصيل ده في الكتاب. الشابتر الاخير هنلاقي بنتكلم فيه بقى عن الطريقه العمليه بالظبط، وهتلاقي فيه صور من الحاجه بتاعتي الكراسه بالظبط، النوت اللي انا كنت شغال بيها، والتوضيح اكتر برضو ازاي تطبقها. يعني هتكلم او هعمل فوكس من الكتاب بالذات على، هنيجي على الجزء العملي بالذات اللي هو في الشابتر زي ما قلنا 4 احنا بنتكلم فيه عن القيم والمبادئ. ان انا عايز احدد هدفي عشان ابدا في اي حاجه في ال7 جوانب. المفروض احدد هدفي. عشان احدد هدفي بحدد حاجه اسمها القيم والمبادئ.